طيب بما ان اللاب بتاعك بياخد وقت طويل على ما يفتح او بيهنج في حاجات بسيطه اصلا وهي سهله المفروض انها تتفتح، ما تدوش لواحد يصينه وتعالى احنا نصينه بنفسنا. طيب اول حاجه هتدوس على ويندوز بلس ار وهتكتب تمب. هتفتح لك الملف ده. لو انت اول مره تفتح الملف ده هتدوس كونتينيو، هتلاقي عندك اختيارين كونتينيو وكانسل. هتدوس كونتينيو وهتيجي هنا تدوس كنترول ايه، هيعمل لكل ده سيلكت اول وتدوس ديليت. هتطلع لك الرساله دي، هتدوس هنا وتدوس كونتينيو. لو في حاجات ما اتمسحتش معاك هتدوس هنا تاني وتدوس سكيب. هندوس ويندوز ار تاني وهنكتب هنا تمب برضو، بس هنعمل في الاول شيفت 5 اللي هي علامه بيرسنت في المية، وهتدوس برضو شيفت 5 في الاول وفي الاخر وهتدوس برضو اوكي. هتطلع لك كل الملفات دي، هتدوس برضو كنترول ايه سيلكت اول وتدوس ديليت، تعمل كونتينيو وفي الاخر تعمل سكيب. برضو هتفتح تاني وهتكتب هنا بريفيتش اهو. طلعت لي رساله هنا، ادوس انا كونتينيو واعمل سيلكت اول وادوس ديليت. طيب ليه الملفات دي مش عايزه تتمسح؟ دوس سكيب لان دي ملفات شغاله دلوقتي، سيبها شغاله. وبس كده، اعمل الحركه دي مره كل اسبوع واعمل سبسكرايب بالمره كده، فاضل تك على 100 مشترك. سلام.